ايه يا شقه يا ابن امي، انت فين؟ البضاعه جاهزه وكله تمام، انت فين؟ عيب عليك يا ود امي، قلت لك داخل عليك يبقى داخل عليك. لا مؤاخذة يا واد زين، ما كانش قدامنا غيرك. انما احنا بقى مفيش ورانا غيرك يا رضوان. ما تتهورش يا رضوان. عملت اللي في دماغك عايز؟ شوف يا رضوان يا ابن خليفة، احنا وقفنا قصاد بعض مرة في الماكس، فاكر؟ انما انت بقى معرفتش تستغل الفرصة، ودينا بنقف قصاد بعض تاني اهو. بس انا بعرف استغل الفرص. استنى يا عمي. ايه؟ هتقتله؟ هتقتل اخويا؟ لو قتلته يبقى من حقي. هو اصله ما كانش جايبنا هنا عشان يعمل لنا عيد ميلاد. انما بقى لو ما قتلتوش يبقى عرف غلطته وتاب. قلت ايه يا رضوان؟ هيقول ايه يعني يا عمي؟ ده رضوان كبير وفاهم، ما ينفعش يضيع الفرصه مرتين. سمي سكوتي على حق ابويا وامي. فرصة؟ لا يا واد زين، ابوك قتل ابويا وامي. زين ما قتلش خليفة. افهم بقى اللي ما عرفتش تفهمه واحنا في الماكس. ابوك مات في عملية شغل زي اي شغل، انا كنت موجود. بعدها زين وقف جنب امك واتجوزها. عمك حمدان بقى عشان كان بيكره زين قتل امك بعد ما اتجوزته. وايه دليلك ان هو ما قتلهمش؟ وايه دليلك انه قتلهم؟ لو كان عم زين قتل ابوك وامك كان زمانه اخد عاله الاتنين قبل ما يقتلها. ولا ايه يا رضوان؟ يا رضوان الكلام ده حقيقي. انا عارف قصه خليفه وحمدان من قبل وكون من على الطريق. الكرة في ملعبك يا رضوان، الاختيار دلوقتي بتاعك. ويا اما تختار تعيش وفي الحالة دي تنسى كل اللي فات، تحط ايديك في ايدين اخواتك، يا اما تختار تموت وفي الحالة دي هتخسر كل حاجة، حياتك واخواتك. ما سمعناش ردك يا رضوان. ما ينفعش تسيب الرجاله وتمشي من غير ما تقول لهم ناوي على ايه. انا هختار اني اعيش، مش عشان خايف من الموت ولا علشان صدقت الكلام اللي انت قلته، لكن عشان ادي لنفسي فرصة تانية ادور فيها على الحقيقة. وماله؟ دور يا رضوان وهتوصل، بس في الاخر هتوصل للي انا لسه قايله لك. انا الواد ده مش مرتاح له. الواد اللي انت بتتكلم عنه ده يبقى اخويا. اخوك انت، انا ما يخصنيش. انا كل اللي انا فاهمه ان الواد ده جاي يأذيني انا واخواتي. تقصد ايه يعني يا يحيى؟ ايه؟
اظن مش وقته خالص اللي انتوا بتعملوه ده. ورانا حاجات اهم من كده بكتير. طبعا انت عارف انه لو مش اخوك كان زمانك بتقرا له الفاتحه. يلا يا رجاله. انت بتعملني كده ليه؟ انا لو اتعاملت معاك بحق ربنا هزعلك. تزعلني ليه؟ انا عملت كل الكلام ده عشان رضوان يعرف الحقيقه. انت بتخاف من العطارين. انا ما بخافش من حد. انا مشيت مع اللي ناوي يمشي عدل. انا زهقت بقى. عاوز امشي عدل في حياتي. حتى لو مشيت عدل يا عز، عمرك ما هتبقى واحد منهم. في اقرب فرصه العطارين دول هيشلطوك. الناس دي بيتعاملوا معايا انا وانت على اساس ان احنا هوا. انت مش عارف انت بتقول ايه يا ادم. انت ما عشتش وسطهم زيي. يا عم جرب تعيش وسطهم وتعرفهم، هتفهم. انت عشت؟ ماشي، هنشوف اشق ابن ام وابويا. يلا. فاضي؟ حتى لو مش فاضي افضلك يا قلبي. عايز اسألك سؤال. خير. العب معايا الأول وأنا أقول. نلعب. تختار إيه؟ اختار رودي حبيبتي. انا شفت امبارح حته عربيه ما حصلتش. اكلاس. قلت العربيه دي بتاعت رودي محدش. يا بابا الدخلة دي أنا حفظتها. يا ريت تقول اللي أنت جاي تقوله على طول. عندك حق. انا مش بتاع المقدمات دي. انا اخش في الموضوع على طول. طب بمناسبة الشغل، أنا مش عايزة شغل المكاتب ده. امال عايزه ايه يا حلوه؟ عايزة أشتغل في الأكشن. الاكشن تقيل قوي. مستعجليش، لسه بدري يا بنت العزازي. طب شوفي بقى يا حبيبتي، طالما انت ناوية تشتغلي معايا ان شاء الله لازم تتعلمي ان الخير اللي جواكي توظفيه لمصلحتك وبس. ولو ضروري قوي لحد تاني يبقى بمقابل. هو الشغل معايا كده. وأنت هتسيبني زعلانة؟ من امتى؟ سيب الموضوع ده عليا انا. انا هعرفه ازاي يتكلم معاكي كويس. ده كلب. لما نشوف. ده انت حبيبتي. مضيع على الورق اللي خلص. حاضر يا سيدي. ورق إيه؟ انا يا حبيبتي قررت ان اكتب كل حاجه باسمك. باسم أنا؟ انا واثق انك هتتصرفي صح. انت كبرتي، والفتره اللي قضيتيها في المجموعه اكيد فهمتي كل حاجه. طبعا. بنتك بقت بيزنس وومن شاطرة جدا. امني بالقلم ده عشان فيه البركه. انا متاكد بعد فتره صغيره هتبقي اكبر سيده اعمال في مصر. أنا بس عشان بنت سيف العزازي. انت ست الناس وحبيبه قلبي. ربنا يخليك ليا. ويخليكي ليا يا رودي.
صباح الخير يا سيف. واضح انك نمت كويس. اللعبة اللي بتتلعب معاك دي كانوا بيعملوها مع أسرى الحرب والجواسيس، وانت طبعا ما تقلش أهمية عنهم. وفكرتها بسيطة جدا، نقطة مية تنزل على راسك كل كام ثانية قبل ما عقلك يستسلم انه خلاص هينام، تنزل النقطة فوقه. جميلة. دي مش طريقة تليب واحد زي يا نوح. أنا خصمك. لو عايز تموتني موتني بقى وخلصني بقى. أنا موتك يا سيف؟ أنت ممكن تفكر إن نوح يموتك؟ أنت حبيبي يا سيف. أنت عارف إنك لو تعبت واضطريت إن أجيب لك دكتور وقال إنك هتموت هعمل إيه؟ هفكك وأعالجك وأكلك وأشربك لغاية ما تشد وتبقى زي الفل، وأطمن عليك بنفسي عشان أرجع ألعب معاك من أول وجديد. أنت حبيبي. ارحمنا يا نوح. طب ورحمة اخلص! واوعى تفكر تجيب اسم فيروز على لسانك تاني. أنا مش قادر أفهم إيه موضوع اتفقنا ده. يا نوح بيه، مش انا سلمتك سيف العزازي؟ وده كان شرطك عشان تسيب حنة؟ يبقى كان اتفاق. لا، ما كانش اتفاق، ده كان أمنيتك أنت. يعني ايه؟ يعني أنا مش مصباح علاء الدين ومش مسؤول عن تحقيق أمنيتك. طب يا نوح بيه، ممكن افهم بقى انت كنت سايب عندك حنة طول الوقت ده ليه؟ كنت سايب حنة عندي طول الوقت ده لأني كنت عارف